السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعالوا بقى اما نشوف اسعار السوق ايه والمشتريات بتاعة السوق ايه. النهارده انا نزلت جبت شوية حاجات كده بسيطة، ولكم ان تتخيلوا ان القفص ده لوحده يعني ما شاء الله كده يعني قاطع التسويقه الصغيره دي حوالي 500 جنيه. تعالوا ما نشوف احنا جبنا ايه ونشوف الاسعار اللي موجوده في السوق ايه النهارده. انا هنا جبت فلفل زي ما انتم شايفين، الفلفل سعره الكيلو 20 جنيه يا بنات. وجبت طماطم، وللاسف ان الطماطم سعرها زاد. الطماطم النهارده عامله 15 جنيه و20 جنيه بعد ما كانت ب5 وب8 وب10 يا بنات. فطبعا اللي لحق يفرز الفترة اللي فاتت خير، واللي ما لحقش يحاول بقدر الامكان انه يجيب بقى ايه كيلو 2 كيلو مع بس هي اكيد ان شاء الله سعرها هينزل تاني. جبت بقى العنب الحلو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اهو، عنبايه حلوه. انا بحب العنبايه الكريس دي واللي بتكون كبيره شويه. العنبايه دي جايبه ب40 جنيه، في ب40 وفي ب50. وبما اننا بقى هنشيل العنب كده، وطبعا الحاجات دي كلها انا هحطها في الفريزر معاكم، وهغسل العنب وهقول لكم على كل حاجه هتتعمل وانتي بتحطي التسويقه بتاعتك. احنا في موسم المانجا يا بنات، شايفين المانجا؟ انا جبت قفص المانجا ده كده من الراجل اللي انا جايبه منه على بعضها منجاه بالصلاه على النبي. شايفين انا بحب المانجا اللي هي الحمرا دي. المانجا الحمرا دي يا بنات اسمها نعومه. فالمانجا النعومه دي بتبقى حلوه قوي في التفريز، بتبقى ناعمه كده وما فيهاش تكتلات ولا الخيوط اللي بتبقى موجوده في المانجا اللي هي المانجات التانية يعني. فانا بحب النوع ده بصراحه عشان بيبقى ناعم كده وبيبقى حلو. فدي الكيلو فيها في الجملة ب45، انما هما بره بيبيعوها ب55 وب60. فانا لما لقيت كده بقى قلت خلاص هجيب ايه القفص الصغنطوط ده على بعضه عشان ابدا ان انا افرز منه. طبعا هنقطعها واكيد هعملها معاكم واوريكم الطريقه بتاعتي في تفريزها وازاي ما بتاخدش مني مكان في الفريزر خالص. يلا بينا بقى اروح اجيب الطبق بتاعي اللي هغسل فيه الحاجه بتاعتي واوريكم انا هحط الحاجه بتاعتي دي نظيفه في الفريزر ازاي، وهتقعد معايا فتره ومن غير ما يحصل لها اي حاجه. اروح اجيب الطبق بتاعي واجيلكم على طول. هنا الطبق اهو يا بنات. هبدا افضي اول حاجه، هفضي هنا طبعا المانجا دي عايزه وقت لوحدها كده، لازم في اللذاذه كده وفي الايه وفي وقت رايق. هنا طبق بلاستيك هتجيبيه زي ده. اول ما بتجيبي طلباتك من السوق تعملي اللي انا هعمله، ما تحطيش الحاجه من غير غسيل في الثلاجه. هبدا افضي ده وهروح احط عليها ميه وشويه خل صغيرين، يعني معلقه او معلقتين خل، تمام كده. وهسيبها شويه في الميه، وبعدها بشويه هبدا ان انا اشطف العنب بتاعي. يلا بينا بقى نروح على الميه. انا بقى ليا طريقه في العنب بقى بالذات، قبل ما احط الخل بتاعي لازم تعملي كده في العنب بتاعي. ليه؟ في اي رمله، في اي طينه، في اي حاجه، وتبداي تفضي، ما تحطيش الخل غير لما تلاقي الميه بقت نظيفه عندك عليا. فانا احب اعمل الحركه دي اللي انا بقى ايه بحركه كده، بحركه بينزل اي سوائل فيه. لو جينا نبص على الميه هنلاقي الميه ايه يفتح فاضي ونحط الميه. طبعا لغايه ما الميه تبقى نضيفه عليه ابدا احط معلقتين الخل اللي انا قلت لك عليه. هسيبه معلقتين الخل ده 3-4 دقايق. يعني انا هنا كده خلاص هحط 3-4 دقايق كده
وبعد كده ابدا افتح عليه الميه التاني وابدا اشطفه. طيب بعد ما نشطفه هنعمل ايه؟ هنجيب اطباق مصفى زي دي بقى الحاجه المهمه. هنبدا ان احنا بعد ما نغسل العنب بتاعنا نحطه في الاطباق الحلوه دي ونرفعها على الحوض كده على حاجه عاليه، تبدا ان هي تصفي الميه بتاعتها. بعد ما تصفي الميه حلو نقوم حاطينها في التلاجة. الحركه دي هنعملها في الطماطم وفي الفلفل، في الخيار، في اي حاجه انت جايباها للسوق هتغسليها. بعد ما تغسليها هتبداي ان انت تحطيها في اطباق زي دي وتبداي ترصيها بقى عندك. وممكن تحطي ورق مطبخ اللي هي مناديل المطبخ بتمتص بقى الميه، ودي حاجه مهمه لان امتصاص الميه دي بيبدا او بيعمل معانا ايه؟ بيعمل معانا ان هو بيخليش ميه في الخضروات بتاعتنا او في الفاكهه، فبالتالي ما بتبص مننا. فالحركه دي مهمه جدا يا بنات. اكتر حاجه مبسطاني ان انا فعلا النهارده جبت الصندوق الصغير بتاع المانجا ده. بصراحه يعني ايه، حاسه ان انا كده مزاجي متظبط. انا سبتها كام دقيقه وبعدين قفلت. بعد كده هنفتح الميه عليها بقى وناخدها تحت الميه الجاريه. تمام. نبدا نبص فيها بقى اي حاجه مش عجبانا في العنبايه هنشيلها. نبدا نغسلها كويس تحت الميه بتاعتنا كده، ونبدا زي ما احنا قلنا هنرصها في الطبق بتاعنا. العنبايه الكبيس دي بتبقى طعمها تحفه، بتبقى مسكره، بتبقى ناشفه. حاجه مهمه جدا. يعني انا عندي اولادي بيحبوا العنبايه الناشفه. يعني بيبقى موجود في السوق لكن مش العنبايه الناشفه دي، بتبقى طويله شويه ما بتبقاش يعني احسن حاجه. لما تلاقي عنقود عندك كبير قوي كده هتلاقي ان انت ايه تصفيه عشان اللي ياخد كده يبقى عنقود كده على بعض، وعشان تعرفي تغسليها كويس والميه تتغلغل فيها حلو. ورصيت الطبق بتاعك ساعة ما تجيبي التسويقه بتاعتك هتعمليها كده بالشكل ده. هتيجي تبصي هتلاقيكي مرتاحه جدا، وهتلاقي الحاجه عندك نظيفه. تطلعي عندك اولاد تبقى حاجه مهمه جدا كمان بالنسبه للاولاد ان هم يلاقوا الحاجه نظيفه فبيطلعوا على الاكل على طول. يعني تكون الحاجه جاهزه، لو انت مشغوله مش فاضيه راحوا اخدوا حاجه تبقى انت مطمنه ان الحاجه كويسه ونظيفه. هخلص اطلع على العنب كله يا بنات، وهبدا ان انا اعمل نفس الحكايه في بايه الحاجه بتاعتي في الطماطم والحاجه الثانيه، وبرضه هحطها في اطباق وهحطها في الثلاجه. هقفل انا عشان ما اطولش عليكم. في الاخر هوريكم الشكل النهائي. هنا انا اهو خلصت ادي العنب بتاعي، وهنا عملت الطبق الثاني للخضروات الطماطم والفلفل خيار اي حاجه بقى اعمليها بالنظام ده، واستني بس تصفى بعدين دخليها التلاجة. اتمنى ان فيديو النهارده يكون نال اعجابكم.